هي المدينة عندها مخدوم لا هي هنا هي في القصرين زيها. هي زي شويه. هي مش لا هي المدينه واحده والله. لا بص، مدينه طب الشعب. انا عايز اقول ما حاجه. تخليها بس مدينه المدينه الشعب. لا خليها مدينه لا مش القصر. انت هتعمل كده يوتيوب مش للدرجه دي يعني. انا عايز اقول بس، عايز اقول حاجه. لا عايز اقول لك على حاجه. لا هي المرأة، هي قصدي المرأة والمدينة هما وجهان لعملة واحدة. نعم. يعني تبص هنا تلاقي المرأة، تبص هنا تلاقي المدينة. الملك والكتاب. ايوه بالظبط كده. الحاجة الثانية ان المدينة عندي، المدينة بمعنى المدينة، في طيف عليه المدينة، وهي المرأة بمعنى المرأة. يعني اقرا المرأة واقرا المدينة هتلاقي الاثنين موجودين يعني. المدينة عندي هي المدينة التي بلا قلب، لا نحن بالظبط. وهي عند بدر شاكر السياب جيكور. واخد بالك، هي المدينة التي تتسلط على القادم من ريف، وعشان كده بقول ايه جاء من قريتي. وبعدين ايه جيت في الاخر انا بقى انا رجعت لها لما هي كانت رفضاني، بس رجعت لها المرة دي ايه مسلح. بقول لها ايه انت يا من كنت دوما تنكرين وغلقت الابواب والاسوار دونها، جاءك اليوم على متن التحدي. انا راجع لك بقى، بس مش راجع لك الضعيف اللي بدور على وظيفه، او بقى هستجدي مش عارف ايه، او هخبط جنب البيت، او هقعد اقول لك سيدتي. لا ده انا جاي لك فارس، جاي لك محتشم. مع ان سيدة تكررت فيما قبل في بعض القصائد بتاع الدواوين اللي قبل كده. سيدة وانت يا من سيدتي ومولاتي. سيدة وتسيدتي. سيدة العصور. سيدة الفصول. ومولاتي. طب ما انا نسمع حاجة علشان نجلي. هي اضافه صغيره جدا. فضل. المدينه ليست مجرد مجموعه من الارض والمنازل والبيوت والبشر. لا. المدينه عند الشاعر عالم مختلف عن عالم. هو يؤمن بقيمه، او هو عاش على قيمه ويشعر ان هذه القيم جزء من ذاته. فهو لما بيدخل للمدينه بيحس ان هو كانه بيلعب لعبه مختلفه، عليه ان هو يخضع لقواعد لعبه هو قد لا يكون مجيد ليها وقد لا يكون مؤمن الاسترس في علم الهندسه، اللي هو الايه الصراع القائم بين الانا والهي، بين انا والمدينه. وده انت اعتقد تطرقت ليه في الديوان الاولاني. دي كان سمه واضحه جدا جدا في الديوان الاول. اتذكر خطوات الامر المقصود. لا في الدور الثاني. ناحية في الأول الصبور. جدل. ليست تلك المدن القذرة كل هدايانا صارت أسفلتا للشارع. لو تحفر أسفلت الشارع لأوات للأصحاب عظاما وجماجم حجم. من وحي عيني. من وحي عينيه. من وحي عينيه. ومطبوع في الديوان الأخير. وفي الديوان الأخير. عارف هو في جدلية هنا جديدة قوي. أتصور بس لكنها جدلية رومانسية راقية. لا يعني إيه، لا تصورها عملية جدلية كلامية. لا هي جدلية فكرية ذاتية. وجدانية. أتصور إن هذه المسألة هي التي صنعت قصيدة جميلة للأستاذ إسماعيل. الجدلية دي هي دي اللي صنعت، لأنه لو لم يكن هو ده الميثود أو المنهج بتاع فكر يصاغ في هيئة شعر. أتصور. ايوه بس نبقى شويه كده، الحته دي بقى مهمه جدا. المهندس اسماعيل عقاب بالفعل اكتر هندسته، معلش في الكلمه، اكتر هندسته وآثر انه ما يطلعش اي لفظ او كلمه او جمله الا بشكل هو راضي عنه هندسيا، او بمعنى صح راضي عنه فنيا. ممكن جدا جدا انا اتخيل، ما اعرفش اذا كنت دخلت فهمك ولا لا، بس انا اتخيل المهندس من عقاب لما بدا يكتب اي قصيده بالذات في مقتبل عمره، صياغته لكل جمله، مش هنقول بيت، صياغته لكل جمله اعتقد انه اعاد صياغتها، ما بخلعش عنك مكتوب الابداع، اعاد صياغتها صنعة 20 30 40 مره. هي الكلمه دي 20 30 40 مره، بس خد بالك الجمله موجوده في ذاكرتك. لا هو محطوطه كمان انا محفوره، انا اتصور لكن بصياغات مختلفه. اتصور انت عايز الصياغه الكلمة الحقيقيه الصح اللي انت اول واحد لازم يرضى عنها. لانك انت قلت مره مش اي شاعر يكتب، قلت قدامي
ومش اي شاعر ينفع يكتب ويتقرا. وقلت كمان مش اي كلام ينكتب يبقى شعر، وده حقيقي. والكلام ده ما يخرجش الا من واحد اصله فيه تقنيه، فكره فيه تقنيه، مبدع بس الفكر ذو التقنيه مهم جدا للمسائل دي. انت ابدعت في ابداع تقنيه. عمليه انه الكلمه تعني الكلمه، هي تعني عشرات الحاجات بس وتعني الكلمه بذاتها. ده يمكن ما انت لو جردتها من ذاتها يبقى العشرات الحاجات ما اصبحت لا قيمه لها. بالظبط. هي تعني عشرات الاشياء بعد دلالات كثيره وبتفرز دلالات ظلال وايحاءات وكلام من ده. لها يعني اللي هي بيقولوا عليها اللغه الموحيه. بالظبط. مش لغه مجرد لا ما هو كنا خلينا الكمبيوتر يعمل فيك شعر. ما هو فشلت المسألة. انا بقى في معلش يمكن هي جايه بطبيعه ان انا كنت دايما اختار او اقف عند المراه المستحيله. يعني المراه اللي في متناول ايدك ما كنتش بقف عندها كتير. زي ما اكون انا من جوايا بحب الصراع. يعني بحب دايما اثبات الذات. الصراع عشان يبان ذاتك. صراع درامي. يعني اذا كانت واحده عاديه يعني ما فيش صراع درامي اوكي، لكن لازم واحده ينفع او تحدث نوع من الصراع بينه وبينها. امرأة في طروادة. بالظبط كده. لازم تكون لازم تكون امرأة عصية. يعني مثلا انا عندي مثلا قصيدة في الديوان الثاني اسمها من احد الرعية الى جناب الملك. شوف خد بالك. احد الرعية الى جناب الملك. من احد الرعية الى جناب الملك. شوف الفرق قد ايه. انت واحد من الرعية ودي جناب الملك. بقول لها لم أطرق بابك عند مجيئي بل من نافذة القصر تدليت تحملنا الأغصان جنا في آخر موسم نفذت فيه كل الأسمار وحاجة زي كده. شوف لم أطرق بابك عند مجيئي. الشيء أنا تدق على الباب يعني أقل شيء إن أنا راح أخبط على باب. لا ده أنا لم أطرق بابك عند مجيئي بل من نافذة القصر هو فيها اتكلم عن حراس برضه. وحتى الباب كده ما بيطرقش الباب ده قبل الباب فيه اسوار. لا يعني شوف كمان انا ايه تدليت من نافذة القصر تدليت. وما الذي يتدلى؟ الثمار. يعني انا جاي لك من ده انا فاكهه زي ما قلت زي ما قلت لها في طيف على ليل المدينه. فأنا شاعر جاءك من أزمنة العشق الضنين. برضه بقول لها فأنا شاعر جاءك من أزمنة العشق الضنين. يعني دايما أنا بختار هذا النموذج وفي نفس الوقت أتعالى عليها. مش يعني بخطب قدامها بهدوء أو أتقرب إليها. أنت ضحكت عليها وخلاص يا أستاذ. لم أطرق بابك عند مجيئي. أنت تضحك علينا. أنت تضمنا تحت إبتك. هو تحت إبتك. الشاعر إسماعيل عقاب أثبت فعلا يعني نموذج لأن المرأة في الشعر الحديث. مش النهارده شاعر يقضي عمره كله لا يكتب إلا في المرأة. فالناس تصفه إنه شاعر غزل، هو مش غزل. المرأة هنا عالم متكامل. هي رمز للحياة بكل خصوباتها. أنا عايز بكل تناقضاتها. بكل مشكلاتها. بعد الموضوع ده أنا أقول لك موضوع تاني أتصور إنك ممكن تكون ملم بيه أو على الأقل تفتنا فيه. لماذا لا يكتب الشعراء في الغرب حيث الجمال، حيث كل شيء جميل، ولا يأتي الشعر؟ مفيش مرأة عصية. مفيش مرأة عصية. ده موضوع ملوش حل. انا ما اعرفش. لا هي فعلا هو مفيش يصطدم كتير من الصح. يد ان احنا تعودنا على الطين ان احنا نطلع حاجه من الطين. بس برضه الراجل قال ديوان كامل في إلزة، عيون إلزة. يعني احلى دواوين. لا ديوان واحد ده ديوانين. انا مش فاكر والله. عيون إلزة وإلزة. إلزة اللي هو أراجون. لويس